1 كيلو أفخاذ دجاج بعظمه. 5 أكواب ماء. يوضع على نار متوسطة ويترك حتى يغلي. تخفف النار وتزال الزفرة. نصف بصلة مقطعة نصفين. عود كرفة. نصف ملعقة صغيرة حب هيل. نصف ملعقة صغيرة كركم. ملعقة صغيرة فلفل أسود حب. نصف ملعقة صغيرة بهار حلو. ملعقة كبيرة ملح. يغطى القدر ويترك حوالي 30 دقيقة ثم يرفع عن النار. ترفع قطعة دجاج من المرق وتوضع في طبق حتى تبرد قليلا. يصفى مرق الدجاج ويوضع جانبا. ملعقتان كبيرتان سمنة. توضع على نار متوسطة وتترك حتى تحمى قليلا. نصف كوب لوز مقشر ومقطع. يقلى حتى يحمر ثم يصفى من السمن ويوضع في طبق. كوبان أرز بسمتي مغسل ومصفى. كوبان بازلاء مثلجة أو طازجة. 3 ملاعق كبيرة فستق حلبي حب اختياري. يخلط جيدا. تزال أجزاء من عظم الدجاج مع المحافظة على شكل قطع الدجاج. توزع قطع الدجاج في قعر القدر بحيث يكون جهة الجلد إلى الأسفل. توضع على نار متوسطة. الأرز مع البازلاء. 3/4 ملعقة كبيرة ملح. 3 أكواب وثلث مرق الدجاج مصفى. بعد أن يغلي الأرز تخفف النار ويغطى القدر ويترك مدة 30 دقيقة ثم يرفع عن النار. يقلب القدر على طبق تقديم أكبر ويترك حوالي 7 دقائق ثم ترفع القدر. يوزع اللوز المقلي على الطبق ويقدم.